تابعنا كما تابع الكثير من الجزائريين أن السلطات السعودية قررت اتخاذ إجراءات متابعة خاصة ببعض الحجاج الجزائريين الذين أخلوا بالالتزامات القانونية أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة. أنا نظن بلي هذا أحسن قرار اتخذ في تاريخ الجزائر الحديث لمصلحة الجزائريين. الجزائريين الآن مطالبين بتقديم شهادة للسلامة العقلية قبل ما يروحوا للحج ولا العمرة. هذا شرط جديد اندار وتم التأكيد عليه مؤخرا من السلطات السعودية، وقال لك عليه، قال لك باللي ولوا يروحوا يديروا العجب تما كاينه اللي ترفد العلام وتقعد تقول 1 2 3 تحية الجزائر، واللي يقعدوا يطوفوا بالناس مساكين الكبار ويقول لهم قولوا ورانا يحيى عمي تبون وتحيا السلطة ويحيى الجيش، ويدير واحد الصوالح الناس تقعد تتفرج فيهم. السعودية غسلت يديها، وهذوك المطوفين بيان سور غادي يتحاسبوا، وقال لك غادي يدخلوهم في المحاكم السعودية وتصدر ضدهم أحكام. أنا نقول لكم بلي هذا القرار هو أفضل قرار. علاش هذا القرار هو أفضل قرار للجزائريين؟ باسكو الجزائريين هنا بوزوان باش نروحوا عن اطباء نفسانيين واخصائيين نفسانيين، ونحشموا باش نروحوا، ونخافوا باش نروحوا، على خاطرش انا عارفين كي نروحوا غادي يلقوا مصائب وغادي يلقوا صوالح وغادي يعطوك تشخيص ويقول لك ليق لك تتعالج وليق لك دير الجلسات وليق لك تشرب بالدواء. ارتفاع عدد المرضى المصابين بأمراض نفسية داخل المجتمع الجزائري مشكل تنجر عنه ظواهر اجتماعية خطيرة في ظل غياب الاهتمام بالجانب النفسي. إذا إنسان راح عقله راح كل شيء، ما يعودش يرجع له عقله. وإحنا عندنا في الجزائر المصطلح الشعبي المجانين أو المهابل. 1 من 4 أشخاص يتردد على أخصائي في الأمراض العقلية حسب منظمة الصحة العالمية، و20 مستشفى مختص في الأمراض العقلية بالجزائر استقبل أزيد من 900 ألف جزائري في آخر إحصائيات وزارة الصحة.